بس بقول لك يا عصفور، هو انت هتتفرج معانا على الفيلم بالمنطلون ده برضه ولا ايه؟ هو احنا خارجين معاهم يا بخه؟ لا عندك حق. ايه ده؟ الفيلم اشتغل. يمكن نلحق اخر واحده نفس خط. انت ربنا ينتقم مني. الزنجيه دي هتتوب ولا ايه؟ لا دي مش هتوب خالص. بتحتضر ولا ايه؟ يا حسام احنا كده يا عصفور. برضه ميت انت واصحابك على السطح بتنكس السطح يا عصفور. انت فاهم غلط يا عم عيسى. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. طب اعمل حساب بنت اللي جنبك. انا بس كنت حسبي الله ونعم الوكيل. دي تربيتي فيك. دي تربيتي فيك يا عصفور. حسبي الله. عم عيسى. عم عيسى. معلش الواحد يتحرك شويه. شوفوا بقى يا ولاد، هو الافلام اللي من النوعيه دي ما دام بنيه التعليم ما فيهاش اي مشكله. بجد يا عم عيسى؟ طب ما تشرح لنا ازاي؟ اوه ده انت مفتريه. يعني بص يا ولاد، انتوا قبل انا ما اجي كنتوا بتتفرجوا وبترتكبوا وزر كبير جدا. لما انا دخلت عليكم غيرت لكم نيتكم. على فكره يا ولاد انا مانيش متزمت يعني. أنا من أكبر المنادين بتعليم الجنس في المدارس. ازاي يعني يا عم عيسى؟ هذا زمان بقى، اتمسكت كذا مرة في حمام البنات. الو. ايوه يا عمي. ايه؟ ماشي خلاص، ابقى عندك بكره الصبح. سلام. يا عصفور عمك عايز ايه؟ لا مفيش، ده البت اختي انتحرت. رجع الحته دي تاني كده يا كوبايه. أو هاتوا من الأول. ما تقلقيش خالص يا حبيبتي، ما تقلقيش يا روحي. شعره اللي طلع في دانه ده نحلقهوله، واللي اتكسر فيه يتصلح. لازم يتصلح يا فاطمه. اسمعي، زي ما ابنك بيرة مبوظ ابني موجي لازم يصلحهولي. طبعا طبعا. يصلح مين؟ هو فيديو، ما هو قاعد قدامكم زي الفل اهو. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ انا فاطمه انا اديت له تركيبه دي معموله من ايه؟ زهره العناب مع الانسولين مع الكاجو اللي هو بتاع الرفاعي ده، ما بيعملش حاجه. كيجو عادي، والانسولين دلوقتي كل الناس بتضربه. امال الواد نبت ليه؟ نبت ليه؟ ما اعرفش، بس في النهايه ما حدش يزعل ان ابنه بقى راجل. يا نصيبتي السودة، تبقى صباح الشغاله لما قالت لي ان هي حامل من موجي ما كانتش بتكذب. انت غيرت فيه ايه كمان؟ ولا هي صباح قالت كده؟ ايوه قالت كده. ولا يا مودي اللي في بطن صباح ده يبقى ابنك؟ ايوه يا ابني. يا نصيبتي يا نصيبتي، صباح دي لازم تمشي دلوقتي حالا. لا مش هتمشي، انا بحبها. اخلص. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بيرم. يا ربي على غباء البني ادمين. يا طنط سميه ما تبقيش ضيقه الافق، خلينا نبص لنص الكوبايه المليان. تفائلي. بصي على ابنك دلوقتي، ابنك بقى معجزه. معجزه؟ جسم طفل على صوت سامي العدل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وامك، منك لله. ليه؟ احنا ممكن دقنه نحلقهوله على فكره، وبعدين ابن صباح الشغاله ممكن نعترف بيه، اكتبيه باسمك عادي. حسبي الله ونعم الوكيل قدامي. الموضوع بسيط، انت اللي مكبراه. امشي امشي. منك لله يا بعيد. منك لله يا بيرم، منك لله يا بعيد. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامه، خسرتنا اهلنا واصحابنا. انا خلاص من النهارده ما عادش عندي ابن اسمه بيرم. خلاص انا احتسبتك عند ربنا شهيد. انت حطيتي في الزيطه ولا قوم استحمى، الريحه المعفنه طالعه منك دي نتيجه قعدتك مع الكلبه اللي جوه ليل النهار. ما تقوليش على شفيعه كده. صبعك ده هقصهولك. البنت اللي كانت خطيبتك عليها رافعين عليك قضيه. روح اجي روح المحامي قبل ما يسجنوك ويبقى عليك احكام وتفضحنا اكتر واكتر. هو اللي هيطلع لكل نقطه عليكم مصروف. عالي قوي الفيلم ده. طيب يا شحات، في شوية اسقاطات سياسية. هو اصلا فيلم سياسي يا تيسير. لا بس في شوية تريكات كده محدش يفهمها غير لو واحد دماغه معجونة سينما زيي. انت عارفة كان نفسي اخش معهد سينما. ابوكي هو اللي صمم يدخلني شرطة. الله يحرقه. ايه؟ لا مفيش. بص الحتة الجاية دي. الشيخ كبير قوي يابا، الصورة ما تغطيش كلها. تغطي اللي تقدر عليه. عالي قوي. اديكي 100 جنيه لو قلت لي يقصد ايه لما حط صورة جمال عبد الناصر على الشرخ اللي في الحيطة. يقصد ان مصر كان فيها شرخ، ولما جه عبد الناصر درى الشرخ. اول مرة حاجة تطلع منك.
ميزتك ان قلبك حلو ما يعرفش يكره، وعيبك انك طيب زياده عن اللزوم. الو. ايوه يا فندم، انا النقيب تيسير فهمي. ايوه يا فندم، انا والد الطالب نظام تيسير فهمي. لا يا فندم، حضرتك اكيد غلطانه لان انا مش معوده على كده. بيتخانق في الحوش يا فندم؟ ماشي يا فندم، انا جاي حالا. ماله؟ نظام ماله في ايه؟ بس ايه؟ يا مدحت، مدحت انا عايز قوه تطلع على مدرسه نظام دلوقتي حالا. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، ابني بيتخانق قدام المدرسه يا بني ادم. بقول لك يا بخ، اقول لك حاجه بس ما تقولش لعصفور. ما هو سامع، اخت عصفور اتقتلت. عصفور يا بخ، امسك. ده ايه ده يا بخ؟ ده الكفر. كفر ايه يا بخ؟ البنت لسه ما ماتتش، لسه عايشه يا بخ. جراح عصفور، ما احنا لازم نكون واخدين احتياطنا، مش عايزين اي مفاجآت. الله، تتكتم بقى يا بخ بقى، عايز اشوف في العنوان فين. ما تقول له يا عم ياسر. انت كمان يا عصفور هتوصلنا ازاي من هنا في الحته اللي بقينا فيها دي؟ ما انت عارف يا عم ياسر، اصلا عمري ما رحت هناك، وبعدين ده عمي اصلا منعني من دخول البيت. يعني انتوا جايبيني من القاهره لهنا عشان تدوخونا؟ مين؟ ما تهدى يا عم، انت في ايه؟ ما اللي يسال ما يتوه. كمان نسال؟ يا عم خلاص انت هتعصب عليا، انا معايا العنوان بس حبيت اسهل عليكم. اهو 26 شارع المرزي علي امام كشري العبيط، اول مصيا بعد كبابجي ملك الجيفه. مالكش دعوه انت بالكلام ده، انت خليك في طريقك. بس نزلنا ميدان المزبله وهناك هنسال. يبقى نسال. ايوه. الله، فاتن بنت فاتن يا مرحب بالرقاص. ما بلاش الكلام ده يا عمي. ما هو بلاش هيخلف ايه غير رقاص. يا عمي اذكروا محاسن موتاكم. والله لو كان في حياته محاسن تبقى محاسن الحلم. مش وقته الكلام ده يا عمي، ما انت شايف البنت قصادك بتموت. ما تموت، جابت لنا ايه غير وجع القلب وخلتنا نشوف خلقتك. مقبوله منك يا عمي. ممكن بقى 5 بالحب عشان عايز اختي في كلمتين. ما تقولهم قدامي، ده انت حتى في بيتي. معلش هما كلمتين ومش هوريك وش تاني. والله ما طولك يا روح. غلس قوي. يا بنت، ايه اللي قامك من السرير وانت تعبانه كده؟ ومين قالك ان انا تعبانه؟ يعني انت بتشتغلين يا بنت ولا ايه؟ يا بنت استنى يا عصفور، استنيت. انا عملت كل دوت عشان هي دي الحجه الوحيده اللي هتعرف تدخل بيها البيت. كل التمثيليه دي عشان انت وحشتني يا عصفور. وانت كمان وحشتيني قوي يا بنت، بس ده انت سيبت ركب يا بنت. ما تاخدني من هنا يا عصفور. منين يجيها بس يا اختي؟ ما انت حاطه ايدك على البال يا فاتن. نعيش على قدنا، انا مش قادره اعيش هنا ثانيه واحده. قريب قوي يا بنت هتروق وتحلى. ها قوليلي عامله ايه مع عمك؟ زفت وقطران، غير الموضوع ده. طب عامله ايه في الجامعه؟ زفت وقطران وغير الموضوع ده. طب اخبار العرسان ايه؟ زفت وقطران وغير الموضوع ده. طب ما كده المواضيع كلها خلصت يا فاتن، استأذن انا بقى. استنى بس يا اخويا، انا مخنوقه، انا حاسه ان انا عمري ما هتجوز، مش لاقيه فتى احلامي. طفي من بقك يا بت، ده انت زي القمر. كفايه سبيبه الصلاه اللي طالعه لك في مراخيرك دي. اذا كان البت نتاشا المعفنه بيجي لها عرسان قد كده، انت مش هيجي لك يا بت. استنى. الو يا عم هيثم، كلمك وربنا. قال لك ايه بقى؟ طب حلو، خلاص لما انزل لك نبقى نشوف الموضوع ده. عم هيثم ماشي. يا عم هيثم سلام. دقيقتين ولا حاجه؟ يلا سلام. في ايه يا عصفور؟ لا مفيش، ده حوار كده مع بنت صحفيه، لازم اروح اطيب خاطرها بكلمتين عشان ما ترفتش. بقول لك ايه يا بنت فاتن، انا عارف ان العيشه مع عمك تسم البدن، بس مضطرين نستحمل يا اختي. امسكي